سلام البنات. اليوم جيت باش ندير لكم واحد الوصفه اللي هي طبيعيه طبعا، اللي كيستعملوها الناس قديما، مش قديما المهم جداواتنا وداكشي اللي انا تعلمتها من مرا كبيره اللي كدار بالودعه. الودعه هي ديك بيضه دايره بحال شي صدف في البحر او شي حاجه، المهم او الودع ولا شنو، المهم الودعه. وغنقول لكم شنو الطريقه باش كنديرها انايا، اللي هي الطريقه المعروفه القديمه. دابا ولات كدار بعده طرق، ولكن انا غنديرها بالطريقه اللي جربتها بها واللي عطاتني بها النتيجه وكنتمنى تعجبكم. غنبدا بالودعه هذه، غير وحده دقيتها انايا، دقيتها وما دقيتهاش مزيان. الا كيبان لكم النص غبره والنص ما مدقوقش مزيان ما تديوش على ضفاري. عاد كنت كندير واحد الماسك كنت كندير ماسك بهذا بالزعفران، خرقوم بلدي يعني، ها هو باش ما تقولوش هادشي اللي جات منه. وهذا غنديرو مع الوصفه ديال السنان، ديجا فيلميتها لكم. نرجع للوصفه ديالي. قلت هنا كاين الودعه، تقدروا ديروا 2 حتى 3 4 حسب شنو بغيتو، لان حسب الكميه اللي تكفيكم. وغديروا العصير ديال الحامضه. طبعا اللي عندها الزعفران شعره تقدر ديروا حيدها 2، اللي ما عندهاش ماشي ضروري. لاستيس كي دايره، غادي تكبوا هذا، غتخلطوه مزيان بحال هكا، داكشي ساهل. وغادي ديروه في هاد قريه كما كانت، لان انايا كنبيتها ليله. شتو الا بان لكم غيبان لكم بحال الا فيه الكشكوشه. شتو الحامض دابا خدام كيدوب في ديك الودعه، حيت هو الحامض كيذوبها. بغيت نقول ما عرفتش كيبان ولا ما كيبانش. كيبان. شتو كاملوا فيه الكشكوشه، خلاص كتسدوا عليها. هذه ديال ما نتعاتقش. الاخر قطره اللي انا دايره غير ودعه وحده، غنقول لكم انا كيفاش كندير. دابا انا هذه غادي نخليها حتى الليل، وغادي نديرها لوجهي. الطريقه باش كنديرها انا ما كنديرهاش على طريقه الماسك اللي ولات جديده وليتو كديروها نص ساعه ولا ساعه وكتحيدوها. انا كنديرها بالليل لان هي كيذوبها الحامض وكتولي بحال الكريم، بحال الجير، بحال هكاك. وكديروها لوجهكم حتى كينشف وكتنعسوا بها. انا هكا باش كنديرها. الا كانت كتضايقكم طبعا ممكن ديروها في العشيه اولا في اي وقت، المهم اللي ما غاديش تخرجوا فيه. غادي ديروها لوجهكم وتجلسوا بها ساعتين احسن، تعطل في وجهكم، ومن بعد تغسلوها وديروا شي كريم. احسن ديروها بالليل لان بشرتكم ما كتعرضش للشمس من موراها، مثلا تغسلوا وتخرجوا لان فيها الحامض. وطبعا تبعوا ليكرون ديالكم وهي راها مبيضه وكتزيل البقع القديمه اللي كتكون في البشره، وكتبيض البشره، كتنقيها وكتصفيها، وهي راها معروفه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه. انا هذه هي طريقتي في الودعه، كنتمنى تعجبكم. مع وصفه اخرى ان شاء الله مره اخرى. باي.